ايه ده؟ يلا يا ابني يا حبيبي. اتفضل يا جماعه، اتفضل يا جماعه، اتفضلوا يا جماعه. نورتونا والله. اتفضل هنا، اتفضل اتفضل. انت ايه يا حبيبي؟ اتفضل. رايك يا دكتور في المفاجاه الجميله دي؟ ايه ده؟ فيجيتار. حاجه فاخره، حاجه فخيمه كده. فيجيتار عارفينه؟ ايه؟ جميل. مش شغال ولا ايه؟ مش عارفين والله. الظاهر الجماعه بتوع البتاع ده مش شغالين خالص. ومال؟ مش كده. الدكاتره هم جولك وانت بقى اتصرف معاهم. دكاتره؟ انتوا في كليه ايه بالظبط؟ احنا كلية طب يا بيه، سنة 6. سنه سته طب. لا اله الا الله. ما يا ابني معاك حق تجي لي، هتروح لمين؟ لازم. وبعدين يعني لا اله الا الله. انت عارف نص دفعتك كلها عندي. بجد؟ والله بجد؟ طب سنه سته طب بالذات عند الدكاتره النفسيين برضه. اسالني انا عارف مجرد. اكيد كنت مجرب قبل كده يا دكتور، صح؟ واسال مجرب ولا تسال طبيب؟ معروف. بالظبط. المهم بقى خلينا نسال. بس بالراحه كده واهدوا عليا شويه. احكوا لي بقى ايه المشكله؟ ايه بقى؟ هو صاحبي اخر كل ما يسمع كلمة طب بتجيله الحالة ويبقى كده. معلش طب انتوا فاهمين حاجه ولا مش فاهمين ولا ايه دنيتكم بالظبط؟ يعني شوف يا دكتور، هو احنا بصراحة مش فاهمين أي حاجة في اللي احنا امال فيه. ايه بس؟ بس احنا ممكن نعرفك على واحد صاحبنا يفهمك أكتر. مين ده؟ الدودة. نعم. الدودة. سمعني. الدودة؟ أحكي لك قصة الدودة. أنا اسمي الدودة، وفي يوم من الأيام خلصت الثانوية وجبت 100% وجيت هنا الكلية. أول يوم دخلت سيكشن الأناتومي أتفرج على الجثة. دخلت السيكشن لقيت ناس ملمومين حوالين الجثة وناس واقفين فوق كراسي، واحد فارش على الأرض عمال يذاكر. ليفر ليفر ليفر، حاجة مهمة. هارت قد ايه؟ كدني واديله. قلت لا ماليش انا في جو الموالد ده، انا عايز امسك واعرف بايدي اكتر. ومال؟ رحت للدكتور حماده. مين؟ دكتور حماده. رحت للدكتور قلت له مساء الخير يا دكتور، انا اسمي الدوده، ازيك يا دوده عامله ايه؟ هاي دكتور عامل ايه؟ وقفت مع الدكتور قعدنا نحكي شويه في الطب وكده. هو بعد كده جه واحد بقى وقف جنب الدكتور سال الدكتور فين الهار؟ فين الهار؟ البسي يا دوده الجوانتي بسرعه. فين الجوانتي؟ فين الجوانتي؟ فين الجوانتي؟ فين الجوانتي؟ مثلا كده عشان يوريني. شفنا جثه وجثه ثانيه. بص لي في عينيا، بصيت له في عينيا. قلت له يا دكتور هو انتوا هنا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ قام ضحك وقال لي 1 2 اضغط راسي. 1 2 اضغط راسي. اضغط راسي ويا طالب تسألني البركة بتنزل وحد الأرض فين؟ انتوا عيال ضايعه فتح. والله. بس مشكله عاديه، مش انا يعني. هقول لك انا بس الدكاتره بيعملوا كده الاول. يعني شوف يا دكتور، هم الدكاتره يعني بيعاملونا كانهم مقدرين شويه عبيد. ياخدوا يخبطونا كده امتحانات ما يخلوش الواحد ياخد نفسه ابدا. يعني عايزهم يعملوا لك ايه مثلا؟ يحضنوكوا مثلا؟ يعني شويه حب، يعني شويه حنيه زي ما انت بتقول كده، يحضنونا اكتر. وريني بقى الحب. في حاجات كتير ممكن يقدموها لنا. وريني. نظرة وابتسامة موتة حاجات كتيرة ياما لو ناوي تبتسم. نظرة وابتسامة موتة حاجات كتيرة لو ناوي تبتسم. طب ما انا عمال مليان حب اهو، بيحضنوك وبيحتضنوك احضان. امال بتكرهوهم ليه؟ احنا بنكرههم يا دكتور. امال ايه؟ ده حب ده هم اللي مش قادرين يفهموا. بس هتودينا في داهيه. لا هم مش قادرين يفهموا. وريني طيب فهمني. قادر يفهم اني بحب مهما يرخم بطل. مش بالحب انت علينا برضه تاني ورا. قادر يجرب كان دكالة وكان بيتي مستوى ساعتها. بس انا ممكن افكر اني انسى هوا وما خلاص انا جيت
ويا ريته ما جاب استكشان الدين يلا من هنا وعرفت تسمع قال يعني كده هنحبك ونموت فيك عايزين فاهم يفهم ايه اللي بتخافوا مني فكرك ليه والله ما قصدي وليه ايه كفايه امتحانات قادر يفهم ايه اللي بحبه ما يرسم قطع مش ده الحب اللي حكينا برضه ده اللي وراه قادر يفهم كان كتاب بس انا ممكن افكر اني انساها عيب خالص. طب يعني طب اديكوا انتوا سنه يعني هو خلاص قربتوا تتخرجوا اللي قرب يتخرج كده نفسك تدخل قسم ايه؟ عايز تتخصص ايه؟ صوت يعني صوت جميل اه نفسي في جراحة تغير في حياتي وتعيش تربيتي وتهز كياني والبس لها بدلة وبطعم الدم وبريحة البيت نفسي في جراحة جراحه بقول لك الجراحه مرتاحه والله طب يا ابني يعني انت جاي عند نفسيه مفيش حاجه كده عندنا كده اي حاجه لينا طلبك عندنا ولا تزعل نفسي في سايكاتري من كتر همومه راح خلع هدومه ودخل مطلوب يا اولاد الادب ايه يا دكتور عادي بلبوس بلبوس ايه يا ابني؟ الله يخرب بيوتكم انتوا اللي جايبينه ورا طب خلاص طب ما كنتوا ريحتونا بقى وريحتوا دماغكم من اول ما دخلتوا صيدله اهي صيدله حلوه ما دخلتوش ليه صيدله؟ يعني شوف يا دكتور واحنا كان عندنا برضه واحد صاحبنا بيفكر في نفس تفكيرك ده طالب اسمه سيد زعزوعه نعم سيد زعزوعه ماشي اتفضل سيد زعزوعه بان دخل كليه تمام دكتور قد الدنيا كليه مقيمه قاعد دايما مستني قدام امتحانات بيتعلم السباكه واحد من الحرفات خلص لكشانه براحته قام دخل على بعضه وكان على الساعه واحده بعضه وجد طريقه قبله صح الصيدلي مرتاح وقاعد يفري معاه افكاره على المروح في البيت منطلق ما لحقتش اطبخ حاجه شغلوني نور ومهان والاكل في الثلاجه ويدوب استغفر ربه قام لقى اخوه في وشه وقال له انت ليه دخلت هنا طيب بس يا سيد اوعى تنسى ان الميدان حبك ينسى وان الفضاء بين حلوه بس بخير هتلاقي هنا طنش يا سودو وانت عيوبها وانت تشوف في الميدان راس طويله كبيرة كل يومات دكاترة حلوة كل يومات دكاترة حلوة معلش انا عايزك تتكلي على حته كل يومات دكاترة حلوة لا ده انتوا عاليين قوي انتوا مش عندي خالص هتروح لمين يا دكتور؟ تروح لمين؟ تروح لمين ايه يا ابني مش عندي ما اقدرش اقول لك بصراحه مش عارف مجدي ايوه ليه خدهم واتكل على الله مش عارف ماشي خلاص الحجز بتاعكم خلص يا جماعه معلش الحجز خلص يلا اتفضل معلش يلا بس بقول لكم انتوا جامدين جدا والله العظيم معايا فرح حضور بنت خالتي يا ريت تيجي تعملوا فرح بس هتاخدوا 20 جنيه احتمال وسندوتش طعميه من عند صلاح تلوث جميل جدا كده يلا بتظبط من ورايا شغل يالا بتظبط من ورايا شغل ولا ايه نفسي اكل حمام